الاسود يا نعمه. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا كلمت حنوتي وزمانه جاي. حنوتي ده يا مختار، هو ابوك هيفضل هنا؟ امال هيروح فين؟ اكرام الميت دفنه. ايوه دفنه، بس بالشكل اللي يليق بيه. ولا عايزين تفضحونا؟ ليه بس يا أشرف؟ ابونا سعد لازم خرجته تبقى من بيته، من وسط مراته وعياله. انتوا ناسيين ماما. هنقول لها ايه وهي فاهمه انه في الصين؟ قول لها جات له الازمه في الصين فنقلناها على هنا. ده على اساس ان الصين دي في المانيال. سعد انا مش قادر اصدق ان ابويا حبيبي. احنا هنقول لها انه وانت بتستقبله في المطار جات له الازمه في العربيه، وعلى ما رحتوا المستشفى كان السر الالهي طلع. ماشي كفايه عليها خبر موته، ولا هو موته خراب ديار؟ لازم صورته تفضل قدامها زي ما هي. مستنيين ايه؟ يلا بسرعه. يا بختك الاسود يا نعمه. اهدي يا نعمة، اهدي بس، اهدي ما تعمليش في نفسك كده. الراجل الوحيد اللي حبني، الراجل الوحيد اللي امنت له وقلت هعيش معاه وفضل له، سابني ومات. ايوه يا نعمه، بس احنا لسه عايشين ولازم نتصرف بسرعه قبل البضاعه ما توصل. يعني ايه؟ مش فاهمه. الحاج الله يرحمه استورد البضاعه باسمه، يعني محدش هيقدر يستلمها غير الورثه، يا اما بقى تترمي في المينا، ولو اتفتشت هتبقى مصيبه. يا نهار اسود. هتروحوا كلكم في حديد، ده غير ان الفلوس اللي دفعها الحاج هتروح عليكم. لا كله لا كده، ده انا ليا فيهم حق الشرعي. عشان كده يا نعمه لازم تكلميهم، لازم تفهميهم. اهدى يا اخويا، ما تعملش في نفسك كده. سابني وراح يا سماح، سابني وراح. كلنا لها. وبعدين مش انت كنت بتقول ان الحاج طول عمره كان راجل طيب؟ يبقى اكيد دلوقتي في الجنه مع الملايكه. راح الجنه وسابني في النار لوحدي. نار ايه بعد الشر؟ اصل بابا الله يرحمه قبل ما يتوفى باسبوع راهن كل فلوسنا وكل اصولنا للبنك. ليه بس كفالة الشر؟ كان عايز يجمع 10 مليون جنيه عشان يجيب صفقة أدوية جاية من الصين. ها وبعدين؟ وإيه اللي وبعدين؟ الصفقة جت ولا لسه؟ معرفش، وده اللي مجنني. والمشكلة إنه مأمني إن الموضوع ده سر بيني وبينه، إخواتي نفسهم ما يعرفوش عنه حاجة. بس مراته التانية أكيد تعرف. تفتكري يكون قايل لها؟ مش هي اللي كانت ملازماه في آخر أيامه الله يرحمه؟ يبقى أكيد عندها ولو طراطيش كلام، واللي يسأل ما يتوهش برضه. كلام معقول برضه. إذا كان كده ماشي. الله يرحمه دفع كل الفلوس للصينيين، يعني البضاعة بقت بتاعتنا خالصة مخلصة. طب والبضاعة دي هتوصل امتى؟ معرفش، بس عندي اللي يدلك. الحقيني بيه. ايه ده؟ بالساهل كده؟ امال بايه؟ بالاتفاق يا عينيا. اتفاق على ايه؟ حقي الشرعي، مش عايزة لا أكتر ولا أقل. الحكاية كده بقى. كده وأبوها وأمها، دول 100 مليون جنيه يا حبيبي. 100 ايه؟ 100 مليون جنيه، حقي الشرعي فيهم 4 مليون جنيه. انت متأكدة من الرقم اللي بتقوليه ده؟ هو الحاج كان هيجازف بكل فلوسه إلا عشان المكسب كبير؟ معاكي حق، وعموما مش هنختلف، حقك هتاخديه كامل ومكمل، الخير هيبقى كتير ان شاء الله. بقاقي مش هينفع يا حبيبي. امال ايه اللي ينفع؟ هتمضيلي على 4 وصولات، كل وصل فيهم ب1 جنيه. يا بنت ده يا نعمة، انت مرات الحاج بصحيح. عشت معاه قليل بس اتعلمت منه حاجات كتير، واللي أوله شر آخره نور. نور ايه؟ انت خليتيها ضلمه. يبقى انت ما كنتش ناوي تدفع. يا نعمة لو المكسب زي ما بتقولي هديك ال4 مليون. خلاص
امضي وخليني اصدقك. صدقيني من غير وصولات، انا راجل كلمتي عقل. الله. خلاص يا عينيا براحتك، ابقى دور لك على واحده غيري بقى تدلك على الراجل اللي هيقول لكم قرار العمليه. يا نعمة انت بتمسكيني من ايدي اللي بتوجعني. من ايدك من رجلك يا حبيبي ما يهمنيش، المهم اني احافظ على حقي. طماعة قوي. هتمضي ولا هنفضها سيره؟ يا نعمة، ده انت مرات ابويا، يعني في مقام امي. في ام تعمل كده في ضناها؟ حش حش يا اخويا، ام مين؟ ده احنا لو دورنا في بتاعتك هنلاقيك اكبر مني. ماشي، انا الاكبر، يبقى الصغير يسمع كلام الكبير ويصدقه. انت باين عليك فاضي وجاي تتسلى، وانا بقى مش فاضيه. فاضي والله فاضي، والحاج الله يرحمه الله يرحمه يا اخويا سابنا على الحديده، ومش معقول امضي وصولات وانا مش ضامن اسدها. مش هتسدها ازاي؟ ما انت هتكسب فلوس قد كده. وممكن اخسر، ولو اتقفشت هروح في داهيه. هتشيلي من عليا انت بقى كذا سنه سجن. شر بره وبعيد يا اخويا، تفي من بقك. ما هو اللي يحسب الحسابات في الهنا يبات. وانا حسبت حسبتي خلاص، واذا مش عاجباك حسبتي روح دور لك على حته تانية اقعد احسب فيها. حسبي بس، حسبي، ولا ليه غيرك. هات الوصولات. طماعة. يلا، ضربوا الاعور على عينه والخسرانه خسرانه. يا اخويا ما تمتين، احنا هنقعد على قدك. طب نمضي اهو. مش هتاخديه انت، هياخدوا البنك. على رايك. الله يرحمك يابا. ويبشبش الطوبه اللي تحت راسك يا حاج. حبايب. حبايب. هقابل الراجل امتى؟ هطلبه واحدد معاه ميعاد. بسرعه، الله يخليكي بسرعه. والنبي يا اخويا انتوا اللي تخلصوا اعلام الوراثه بسرعه علشان تعرفوا تستلموا الشحنه. طلع عندها فكره عن الموضوع، وقالت لي هتعدي مع الراجل اللي معاه قرار العمليه. مش قلت لك؟ الله يرحمك يا بابا، طول عمره دماغه تقيله وتتوزن بالذهب. الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه. 1000 مرة، دي طوبة سندة أنضف دماغ فيك يا مصر. يا سلام. أنت عارفة العملية دي مكسبها كام؟ كام؟ قولي كده. يعني كام؟ مليون؟ مليون إيه يا أم عقل بلاليمي؟ ايه قليل؟ مع اني شايفاهم كتير وزياده. يا كحيانة. امال كام يا سي مختار؟ شوقتني اعرف. 100 مليون جنيه. 100 ايه؟ دول كتير قوي. هم دول ممكن يتحطوا في شنطه يا سي مختار؟ دول يعبوا تريلا بحالها. يا ما انت كريم يا رب. وانت ليك فيهم كام؟ نجيبهم الأول وبعدين نقسمهم. خلاص اقعد مع الراجل وخلص يا اخويا بدل الحاج الله يرحمه. في مشكلة. مشكله ايه؟ رحت المحامي عشان أسأله على التوكيل اللي كان عامله لي الحاج، عشان استلم انا بدلهم ونوفر وقت ونوزعها براحتنا. اما عقدها لي. قال لك ايه؟ قال لي التوكيل لاغي الموت صاحبه. والحل؟ مفيش قدامي غير اني اعمل اعلام الوراثه. خلاص اعمله يا اخويا وخلص نفسك. بس في مشكله تانية، بعد اعلام الوراثه لازم كل الورثه يعملوا لي توكيلات عشان استلم بدلهم. طالما في مصلحه للكل ما اظنش ان حد هيعترض. بقول لك العمليه دي سر بيني وبين ابويا، ووصيته ليا انه محدش يعرف عنها حاجه. والعمل يا سي مختار؟ لازم احافظ على السر، ان شاء الله حتى اكذب عليهم. انت بقى نديم سليم؟ هو الحاج الله يرحمه كلمك عني ولا ايه؟ ولا جاب لي سيره، بس اما حصل اللي حصل الله يرحمه، ببص في الوصولات في الخزنه لقيتها ممضيه باسمك، وكنت محتار اجيبك منين. هتحتار وانا معاك يا مختار؟ ده انت حتى من ريحه الحبايب. وبعدين علشان ما اخليكش تحتار بعد كده اديني جبتهولك لحد عندك. بصوا بقى، انا احب المكسب وما اكرهش في حياتي قد الخساره. الله يرحمه الحاج، صحيح اللي خلف ما ماتش. وفي نفس الوقت ما احبش ادخل عمليه وعنايه متغميه، يعني افهم الحكايه من طقطق لسلام عليكم. شكلنا كده هنتفاهم على الاخر. لا، هات لي من الاول وبالتفصيل. شوف يا سيدي، احنا موضوعنا سهل وبسيط، عامل زي عود الكبريت، يولع مره واحده وبعدها هينطفي للابد. يا خوفي لا يولع فينا ويحرقنا. عيب، يبقى انت لسه ما تعرفش نديم. ما هو ده اللي مخوفني، خايف لا ماشي وراك يندمني. معايا مش هتندم يا مختار، معايا هتكسب على طول. اذا كان كده ماشي. يا سعد،
خير. مالك يا سعد؟ مخنوق شويه. خير كفالة الشر. مختار، هو احنا هنعمل اعلام الوراثه امتى؟ مستعجل قوي كده على نصيبك؟ لا مش دي القضيه، بس اصل انا بطني مفتوحه وعايز اكمل توضيب شقتي. ولا يهمك يا سعد، كل اللي هتحتاجه موجود ان شاء الله. بجد يا مختار؟ طبعا يا واد، ده انت اخويا الصغير. طب حس بقى ان انا اخوك الصغير، انا محتاج 5000 جنيه، وطبعا دول هيتخصموا من نصيبي لما نيجي نتحاسب في الورث ان شاء الله. هو دلوقتي صعب يا سعد، انما ممكن اول الشهر. طب كويس تمام، ربنا يخليك ليا يا مخ. اللي بالحق، انا كنت عايزك تعملي توكيل عنك لاداره المحل والمتبغه، عشان في كام عمليه كده متعطله وعايز اخلصهم. اذا كان كده ماشي. ربنا يخليك ليا يا اجدع اخ في الدنيا. ربنا يستر. يا سلام، تسلم ايديك يا سموحه. مبسوط يا سيد الناس؟ طبعا يا ست البنات، ولسه بقى اما الفلوس تيجي والعمليه تتم هتنغنغ على الاخر. ناوي تعمل ايه بالفلوس دي كلها يا سي مختار؟ اول حاجه هعملها هبطل شغل. يا لهوي، امال هتعمل ايه؟ هتفرغ بقى للمتعه وصرف الفلوس. وده كلام برضو؟ يا بنت افهمي، هما كام الف ويخلصوا؟ دي ملايين متستفه ومحتاجه وقت ومجهود عشان تتصرف. ولا الراجل قيمته في شغله، ومفيش احلى من القرش اللي بيجي بعرق الجبين. ايه الكلام ابو ريحه ده؟ يا بنت انا هبطل اعرق خالص. هو في حد يقدر يعمل كده؟ ناس كتير، بس انت اللي مش دريانه. وبيعملوا ايه دول عشان ما يعرقوش؟ بيعملوا كتير، بيقعدوا في تكييفات، يستحموا في كولونيات. طب ما كده هيجي لهم تسلخات. فقيره وجهله